السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة عاملين الفطير الشرقي بحشو شاورمة الفراخ. هتعجبكم الطريقة جدا وسهلة وبسيطة، والفطير طالع كده مورق كده وذهبي شكله، بسم الله ما شاء الله يفتح النفس على الاكل. مستنية ايه؟ انزلي اضغطي لايك واشتركوا في القناة وفعلي زر الجرس علشان يجيلك مني كل جديد، واهم حاجة اللايك لو عجبك الفيديو طبعا. يلا بينا بقى نشوف المقادير بتاعتنا ونسمي الله. معايا صدر فرخه قطعته شاورما يعني قطع صغيره، وطماطم وفلفل رومي وبصل جوانح. كل ده رميته على الفراخ، وحطيت فلفل اسمر وبهارات فراخ وملح وصويا صوص، وقلبت كويس وهديت عليها وغطيت وهديت عليها نار جدا. جبت نص كيلو من الدقيق، حطيت ذره ملح وحطيت شويه سكر صغيرين وماء للعجن وعجنت. طبعا كل دي بيختلف عن التاني، فانا عجنت كده بعجن لغايه ما الاقي ملمس العجينه الدقيق اختفى وملمس العجينه كده طري ولين معايا زي ما انتوا هتشوفوه دلوقتي. كده بعجن بالطريقه دي، بفضل اعجن لمده من 8 ل 10 دقايق علشان تبقى النتيجه مضمونه. تمام كده. بصوا ابتدت العجينه تلف معايا وتنعم. هجيب بقى شويه زيت علشان ايه بقى العجين اللي لازق في ايديا اعرف اطلعه، ولو في حاجه لازقه في الطبق برضو تطلع وتبقى كوره مستقله بذاتها. هغطيها بقى بورق الاسترتش واسيبها لمده نص ساعه ترتاح. هنا خلاص ارتاحت. جبت بقى الزبده السايحه بتاعتي وابتدي اقطعها. قطعت معايا حوالي 13 كوره. بحاول اقطع الكور قد بعض، وبغطيها طبعا بالزبده يعني علشان تفضل طريه معايا وما تنشفش كده، واغطيها تاني واسيبها ترتاح لمده 10 دقايق، وابتدي بقى افردها معاكم. انا هنا جبت صينيه ستانلس كده كبيره وابتدي افرد بقى اول كوره. اهم حاجه ان احنا نفردها بطريقه تبقى رقيقه، مش مشكله لو اتقطعت مني، مفيش اي مشكله. هطبقها زي الجواب كده واركنها على جنب، وافرد الطبقه التانية. طبعا ولادي كل شويه يجي يبصوا عليا بيطمنوا عليا، مفيش مشكله يعني. حطيت بقى الطبقه اللي انا مطبقاها من الاول، حطيتها في النص وطبقت عليها طبقه كمان. خليكم فاكرين كده الطبقتين دول ركناهم على جنب. دي كده الكره التالتة. هجيب بقى اللي انا الاتنين اللي انا طبقتهم وافردهم واحطهم في النص كده، وادوس عليهم دوسه خفيفه، واحط عليهم الشاورما واقفل عليهم بالطريقه دي. دي كده الكرة الكام؟ عدوا معايا. عملنا 2 في القعدة، والتالتة اللي طبقت عليه كده 3، دي الرابعة. وهكذا الموضوع سهل جدا. كل واحدة افردها احط فيها اللي انا ركنتها على جنب، يعني لغاية ما اخلص حوالي يعني انا عملت فطيرتين بال13 كورة، يعني واحدة 6 كور وواحدة تبقى 7 كور. تمام كده. شايفين بالطريقه دي انا بحط كف ايديا كده وبقلبها واحطها في الطبق عشان لما اجي ارجعها تاني ما تعملش مني. سبتها ترتاح حوالي نص ساعه، وبعدين فردتها كده في الصاج ودخلتها الفرن. شايفين بقى جمالها في الفرن يا سيدي. اوعي تكوني نسيتي تحطي لايك. يا رب يكون الفيديو عجبكم. مع السلامه.